السلام عليكم المتتبعين ديالي والمتتبعات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هاد الفيديو هذا يلقاكم ان شاء الله باحسن الاحوال وبصحه جيده يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم هاد المعسله هادي من ضمن التحضيرات ديال رمضان. ان شاء الله درت هاد المعسله، درت السفوف، وان شاء الله باقي حويجات اخرين غادي نوجدهم. كنتمنى يعجبكم هاد الفيديو هذا وينال الاعجاب ديالكم وفرجه ممتعه. ونبداو هاد الفيديو هذا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه. بسم الله على بركه الله. هنايا في هذا الاناء هذا غادي ندير واحد 3 ديال الكيسان ديال الجلجلان مغسول منقي ما محمرش، غادي نديرهم في هذا الاناء هذا. وغادي ندير 4 ديال الكيسان ديال الطحين. انا المهم كما كنقول لكم دائما راه كنعطيكم العبار بالكاس ديال العنبه باش ما تلفوش كاع نهائيا. عندي هنايا معلقه كبيره ديال حبه حلاوه ومعلقه ديال البسباس. عندي راس ديال المعلقه ديال الخميره ديال الحلوه، معلقه صغيره ديال القرفه، 2 معالق كبار ديال الزيت. المهم كنحرك هاد النواشف كاملين، وعاد من بعد غادي نزيد عاوتاني السوائل. هاد النواشف غادي نحركهم هكذا بهاد المعلقه هادي على هاد الشكل هذا حتى كيندمجوا بيناتهم. وهانتوما معايا تابعوا لا فيديو، ما تمشيو فين، خليكم معايا تشوفوا هاد لا فيديو هذا شنو فيه. داكشي اللي غادي يعجبكم كلشي اقتصادي ومعسله جات اكثر من رائعه، جات هشيشه ولذيذه ومعلكه. كنتمنى تجربوها ان شاء الله وديروها هكا لوليداتكم في هذا الشهر الكريم ان شاء الله. هنا عندي 2 ديال المعالق ديال الزيت نباتيه، عندي 2 معالق ديال الخل الابيض من الاحسن، ولا كان ما كاينش ماشي مشكل ديروا الخل اللي عندكم. انا درت الخل الابيض هو اللي عندي زعما الخل الابيض، وعندي الخل الاخر. عندي هنايا واحد 3 ديال المعالق ديال الزبده اللي ذوبتهم، وعندي نص كاس ديال الماء زهر ونص كاس ديال الماء. غادي نجمع هذا الخليط هذا بماء زهر، ومن بعد غادي نكمل داك نص كاس ديال الماء نكمل الجميع به. هاد المعسله كما قلت لكم لذيذه ومعلكه وكتجي زوينه ومقرمشه وما فيها شي مكونات ودغيا كتوجد. صافي هنايا زدت نص كاس ديال الماء على هذا الشكل هذا. كنجمع العجينه ديالي. هاد العجينه ما كتكونش مرخوفه وما كتكونش قاصحه، كتكون ما بين وبين. المهم انتم غادي تشوفوا القوام ديالها كي غادي يكون. صافي هنا كنجمعها كما قلت لكم، هانتوما على هذا الشكل هذا بحال هكذا حتى كتجمع ليا العجينه. كنتمنى كما قلت لكم هذا لا فيديو هذا يعجبكم ان شاء الله وينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش بالبارطاج بلي كومونتير الزوينين اللي كيجيو كما كنقول لكم دائما، كيزيدوا يحمسوني ويشجعوني. هنايا بقات ليا واحد 2 معالق ديال الماء. صافي من بعد ما جمعت ديك العجينه ديالي غادي نقسمها على 2. غادي نص غادي نخدم به والنص غادي نديرو في واحد البلاستيكه غذائيه، وغادي نديرو على جنب حدايا حتى كنكمل داك الطرف الاول. وعاد كان من بعد كنعاود نعاود نجيب الاخر ونعاود نقادو. هانتوما على هذا الشكل هذا. صافي هنا غادي نديرو في هذا البلاستيك هذا وغادي نخليه على جنب حدايا، وغادي ندوز نقاد الاخر. غادي ندير واحد شويه ديال الطحين، غير شويه صافي، ونطلقوها هكا بالمدلك. كنطلقها رقيقه يا البنات مع فيها ديك المعلقه الصغيره ديال ولا راس ديال المعلقه ديال الخميره. لا بدا غادي تزيد واحد شويه تنفخ. رققوها مزيان كما كتشوفوا بحال هذا الشكل هذا. ها انتم البنات انا راني رققتها مزيان بحال هكذا. كندور عليها من هاد الجهه ومن هاد الجهه باش المهم كنقادها مزيان، ماشي كنقادها باش نرققها مزيان. هما المقاده راه غادي نقطعها ما غاديش. صافي هنايا بعد ما صافي طلقتها حتى رققت، جبت هاد القطاع هذا ولكن جاني صغيور غادي نبدلو، ما جانيش هو هذاك. صافي وانا نحطو وجبت واحد اخر، جبت هذا. صافي بديت كنقطع به باش يجيني الحلوه هي هذيك، ما بين وبين ما صغيراش وما كبيراش، جات هي هذه.
جات اكثر من رائعه، لا في الشكل ولا في المذاق ولا في التعليكه ولا في كل شيء. كنتمنىكم تجربوها وتكتبوا لي في لي كومونتير كي جاتكم. انا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم ان شاء الله. وكما قلت لكم ما فيها شي مكونات، كلها على بعضها اقتصاديه. يلا تابعوا لا فيديو تيسالي باش ما نحرق لكمش المراحل وتشوفوا الفيديو كامل شنو فيه. غادي تتبعوا هاد المعسله هادي، وكما قلت لكم باقي شهيوات ان شاء الله. تابعوا القناه، تابعوا لا فيديوهات ديالي، وان شاء الله غادي تشوفوا الجديد يا ربي. هانتوما كنجيب هادي، هانتوما شوفوا الرقد كيما رققتها كيما قلت لكم، راه خليتها رقيقه. غادي نطويها على جوج بهذا الشكل هذا، ما كنوصلش الفوق، ما كنقادهمش، كنخلي وحده هابطه على وحده وكنبرك على هذا الشكل هذا. هانتوما بحال هكذا صافي، وكنحطها على جنب، كنحطها في هذا البلاطو هذا حدايا صافي، وكنبقى مستمره على هذا الشكل هذا. هانتوما غادي نعاود معكم عاوتاني باش هكذا يكون الشرح واضح. صافي كما قلت لكم ما كنقادهمش بجوج، كنخلي وحده هابطه على وحده وصافي كنبرك. وخصكم تبركوا مزيان باش حيت كيكونوا كيتقلاو وما كيتحلوش. هانتوما بهذا الشكل هذا بحال هكذا صافي. هنايا كنعاود معكم وحده اخرى، المهم باش تكونوا كل شيء يكون الشرح ديالو يكون عارفو. هانتوما اللي كنعاود معكم باش المبتدئات اللي مازال ما كيعرفوش في هاد الشكيلات هكا ديال الحلوى يتعلموا لهم غير بهاد الطريقه هذه، راه بسيطه ودغيا يتعلموا لها. صافي جبت الطرف الاخر اللي بقى، غادي نطلقوا عاوتاني بالمثل كما قلت لكم مع شويه ديال الطحين اللي قلت لكم صافي. وغادي نقادو بنفس الشكل. هاد المقادير اللي عطيتكم راه عطاتني كميه اللي لا باس بها. صافي هنايا غادي نطلق هاد العجينه الاخرى وغادي نقادها. انا كما قلت لكم كنهضر الهضره ديالي الطبيعيه، راه ما كنتصنع ما حتى شي حاجه. هضرتي هي هضرتي، هكذا كنهضر في كل شيء. كاين داك اللي كيتصنعوا كيبداو هذا سميتو، انا ما كنتصنعش، هضرتي هي هضرتي. كنبقى عالم ام حفصه دائما كما الاول كما التالي بحال. هنايا هاد العجينه هذه اللي كنجمع راه كنديرها في بلاستيكه وكنخليها عاوتاني حتى من بعد وكنطلقها ونعاود عاوتاني من بعد نقطعها. صافي هنايا كما قلت لكم رققوا العجينه باش تجيكم الحلوه زوينه. صافي هذاك هو السر ديال الحلوه باش كتجي زوينه وكتجي هشيشه هكا وكتجي معلكه. غير رققوا العجينه، تكون العجينه رقيقه. كنتمنى ان شاء الله تكونوا هكذا الشرح يكون واضح وتكونوا استفدتوا من هذا لا فيديو هذا. ونتمنى ان شاء الله ديروه لوليداتكم. راه باقي واحد السيمانه دابا باقي ان شاء الله هذا رمضان، الله يلحقنا به يا ربي ويجعلنا من الصائمين ديالو ومن المصليين اي حاجه زوينه ان شاء الله في الشهر الكريم، من التوابين. الله يتوب علينا ويسمح لنا ويغفر لنا ويدوزنا برحمته يا ربي. صافي هنا كنبقى كما قلت لكم هكذا مستمره، كنبقى ندير في الشكل ديالي ونعاود باش زعما المهم كتبقى الشرح نشرح لكم ونعاود. صافي هنا كملت، دار ليا هاد البلاطو هادو بلاطو اخر غادي نغطيهم بزويف وغادي نخليهم اقل حاجه هي واحد الساعتين. انا راه خليتهم شي 3 السوايع ولا اكثر. نتوما اقل حاجه كما قلت لكم هي ساعتين. خليتهم حتى نشفوا مزيان وعاد من بعد غادي ندوز نقليهم معكم. وهانتم معايا تابعوا لا فيديو، ما تمشيو فين، خليكم معايا باش تشوفوا الحلوه كي جات. هانتم هنايا درت الزيت، خليتها هنايا غير سخنات غير شويه وغادي نبدا وغادي نحط فيها الحلوه. صافي هنايا راه درتها سخنات من قبيله، درتها سخنات. هنا كنحط فيها الحلوه على هذا الشكل هذا باش العجينه كتكون ما كتعجنش. الا كانت سخونه كتبقى كتعجن العجينه ما كطيبش مزيان.
دابا ملي كان باقا ما سخوناش بزاف راه كطيب بشويه، وانا ناقصه لها البوطه كنخليها هكذا على نار مهيله طيب باش ما تتعجنش كما قلت لكم، وكتجي مقرمشه وكتجي طايبه مزيان. صافي هنا غادي نعمر المقله ديالي وغادي نخليها تقلى ليا المعسله ديالي. هانتوما على هذا الشكل هذا. وما تنساونيش بلي لايك فضلا منكم وليس امرا، على خطيكم. شكرا للمتتبعين ديالي العزاز الغاليات اللي ديما متبعيني، وشكرا اللي دخلوا عندي جداد القناه كنرحب بهم، واللي معايا دائما راه كان دائما مرحبين. هنا راه دايره المقيله كتسخن، درت هنايا شويه ديال البطبوط معمر الكوتي. انا كنقلي في هذه المعسله هذه، وانا كندير في هذاك البطبوط المعمر هكا باش نديرو الكوتي. صافي هنايا راه طابت ليا هذيك الاولى وحيدتها ودرت عاوتاني الثانيه. ها نتوما البنات واخا كتبان بيضه راه واخده اللون الذهبي ديالها، ودرتها في العسل وخليتها حتى تقلى ليا الاخرى، عاد غادي نحيد هذه. ها نتوما بعد ما وجدتها زينتها هكا بشويه اللوز والورد البلدي. خليتكم في امان الله وحفظه، الى فيديو قادم.